النهارده هتكلم على شوية حاجات لو كنت عرفتهم بدري شوية من أول ما ابتديت أتعلم برمجة كانوا يمكن يوفروا عليا وقت كبير قوي. مش عايز أبالغ وأقول سنين، بس في الحقيقة الحاجات دي لما أدركتها بعد كده فرقت معايا جدا وأنا بتعلم وأنا بشتغل، بالذات وأنا بتعلم. أول الحاجات دي هي تعلم البرمجة مش حاجة سيكوينشال، مش لازم تمشي بالترتيب بالظبط. هفهمك اكتر يعني ايه مش لازم تمشي بالترتيب بالظبط. فلنفترض ان المبرمج محتاج يتعلم لغة برمجة تكنولوجي او اكتر من تكنولوجي، ويتعلم شوية اساسيات مرتبطة بالكونسبتس بتاعت البرمجة، يتعلم داتابيز، يتعلم ازاي يستخدم الاي دي اي، ازاي يستخدم الاوبريتنج سيستم بشكل مظبوط. عندنا شوية موضوعات كده من واحدة بس فيهم مش هتخليك تعرف تشتغل مبرمج، هم كلهم مع بعض اللي بيكونوا السكيلز اللي الديفلوبر محتاجها علشان يعرف يشتغل صح. طيب نرجع للنقطة اللي انا كنت بتكلم فيها في الاول، ايه الترتيب اللي انا همشي فيه علشان اتعلم الحاجات دي؟ اللي انا ادركته بعد كده واللي اخرني واعتقد بيأخر ناس كتير قوي ان هو مفيش ترتيب. مفيش ترتيب خالص، بس مش لازم قبل ما ابتدي مثلا اتعلم داتابيز اكون قفلت زي ما بيقولوها كده، قفلت او خلصت توبيك الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. ومش لازم علشان اتعلم الجيت اللي هي تول مهمه جدا دلوقتي لاي ديفلوبر اكون انا خلاص بقى ذاكرت بروجرامينج لانجويج وذاكرت تكنولوجي معينه وذاكرت داتابيز وذاكرت كل ده عشان اتعلم التكنولوجي دي. لا، المفروض انك انت تكون الاول عارف اللي هتذاكره، وما اقصدش انك تنط ما بينهم، يعني ما تاخدش حته من هنا وبعدين حته من هنا وبعدين حته من هنا، لا انت تحاول تذاكرهم ان باراليل، يعني تاخد موضوع متكامل من لغه البرمجه، سيكشن كامل ليتس سي مثلا الاساسيات، وبعدين تروح تتعلم كام الجوريزم. مش لازم تخلص تذاكرهم كلهم، او وانت بتتعلم لغه البرمجه تتعلم داتا ستراكشرز اند الجوريزمز جوه تعلم اساسيات اللغه دي، وتحط معاك تكنولوجي كمان والداتابيز والجيت. تعمل ده ازاي؟ انا شخصيا ده جزء في شخصيتي، يعني انا بزهق من نفس الحاجه، ما اقدرش افضل اذاكر نفس التوبيك زي ما هو لفترات طويله. ده بيخليني افقد تركيزي وبيخليني ازهق بسرعه، فبالتالي بيبقى عندي توبكس تانية علشان اذاكرها لو وقفت في ده، لو حاجة وقفتني او لو انا خلاص زهقت من التوبيك ده عايز توبيك تاني. فدايما تكون عندك حاجات متنوعة، وبالذات في بداية حياتك انت علشان تعمل بروفايل محترم لازم تكون مغطي اكتر من حاجة. فالحاجات دي كلها مش هينفع تحطهم بترتيب يأخرك لغاية ما تخلص رقم 1 وبعدين رقم 2 وبعدين رقم 3، لا، نوع ما بين الحاجات علشان تغطي على قد ما تقدر. فدي حاجة من الحاجات اللي بتأخر الناس، واللي أنا عرفتها متأخر. لو كنت عرفتها بدري كانت هتفرق معايا فرق كويس. تاني حاجة لو كنت عرفتها بدري برضو كانت هتفرق معايا هي ايه الريسورسز اللي انا اذاكر منها. في فيديو تاني انا عملته عن الريسورسز المثالية او اختيار الريسورسز اللي هتذاكر منها، ولكن هنا انا بتكلم على الكورس ولا الدوكيومنتيشن ولا الكتب، ايه اللي هذاكر منه. ان انا اعرف ده وان انا ارتب صح، ده فرق معايا كتير جدا لما بقيت استخدمه صح. لو انت عايز تعرف هتذاكر ازاي من الريسورسز ديت والاي اي كمان، روح اتفرج على الفيديو التاني عشان تشوف انا رأيي ايه وبنفذ الترتيب ده ازاي. الحاجة اللي بعد كده هي طريقة الشغل، او لما بنستراجل او لما بنكون بنحاول نحل مشكلة او بنحاول نعمل حاجة. زمان وناس كتير اعرفهم كانوا بيعملوا كده. هي فكرة ايه؟ انا هجرب، وطالما انا عارف لغة البرمجة عارف التكنولوجي، انا هقعد بقى اشوف حل المشكلة دي ازاي، واروح اعمل ريسيرش واسأل جوجل سيرش. طبعا ما كانش فيه زمان تشات جي بي تي، ما كانش فيه اي اي يساعدنا، واقعد اترايل اند ايرور لغاية ما احل المشكلة. وده على قد ما هو بيضيع وقت، على قد ما هو لما المشكلة بتتحل ما بتبقاش خدت الفاليو الكاملة من الريسيرش اللي انت عملته علشان تحل المشكلة. علشان كده قراية الدوكيومنتيشن بتاعت اي تكنولوجي او اي لغة برمجة مهارة لازم تبدأ فيها بدري، ولازم تتعلم انك انت توصل للمعلومة بشكل منظم وبشكل منطقي احسن من الهرجلة واللخبطة والبحث يمين وشمال. مع انك انت لو قعدت شوية وقت تقرأ عن التكنولوجي دي او عن لغة البرمجة دي هتوصل للمعلومة اللي انت عايزها
وتوصل كمان بشكل سليم وبفهم اعمق، وهتتعلم ازاي تقرا دوكيومنتيشنز وتبقى زي ما تقول كده اكسبرت، خبير في الاداه دي او في لغه البرمجه دي. فدي مهاره لازم تتعلمها، ودي هتفرق معاك كتير جدا مع الوقت. بتكون زي ما تقول كده راسي وهادي في الوصول للمعلومه، مش متهرجل وعمال تبحث يمين وشمال وتسال تشات جي بي تي. وطبعا سؤال الاي اي دلوقتي هيوفر عليك وقت، بس مهاره انك انت عارف الدوكيومنتيشن وفاهم التفاصيل التكنولوجيا او لغه البرمجه دي هتفضل معاك بقيه حياتك. فدي كمان حاجه انا ادركتها مع الوقت، وبقول لك عليها علشان ما تضيعش وقت في انك انت تخسر السكيل دي وتضيع وقت. نقطه كمان في الحاجات اللي انا برضو لما اتعلمتها فرقت معايا قوي، هي انا محتاج اعرف قد ايه من اداه معينه او من لغه برمجه معينه علشان اقدر اشتغل بيها او علشان اقدر استخدمها. محتاج تعرف ايه اللي يخليك تقدر تكمل. انت مش محتاج تقرا ريفرنس 600 صفحه علشان تستخدم السي شارب، ومش محتاج تذاكر كورس 45 ساعة علشان تستخدم تكنولوجي أو لغة برمجة معينة. أنت محتاج تعرف اللي يكفيك والمعرفة الكفاية اللي تخليك تعرف تشتغل بده، بس ده طالما أنت عندك المبادئ الأساسية بتاعة البروجرامينج. يعني إيه؟ يعني مش بمعرفة سطحية. بيجي عليك وقت من الأوقات عندك شوية معرفة تخليك تقدر تذاكر اي تكنولوجي جديدة او اي لغة برمجة جديدة وتاخد منها اللي يكفيك علشان تعمل اللي مطلوب منك. اللي انا اقصده هنا انك ما تأخرش نفسك قوي على انك انت تستخدم او تقول انا بستخدم ده لغاية ما يبقى عندك معرفة متكاملة. عمرك ما هتوصل لده، ولكن التفاصيل او المكونات الصغيرة اللي بتكمل بعض بتيجي مع الوقت. فما توقفش نفسك عن استخدام تكنولوجي او عن استخدام لغة برمجة علشان انت ما ذاكرتهاش from A to Z او عشان انت ما اتعلمتهاش بشكل كامل، ولكن خليك واثق انك انت طالما عندك الاساسيات وعرفت اللي يخليك تعرف تنفذ المطلوب منك استخدمه، وده حاجة هتوفر عليك وقت بدل ما انت تفضل مستني او عايز المعرفة تكون متكاملة، وده عمره ما يحصل. الحاجة اللي فرقت طبعا معايا مؤخرا، ودي مش عشان انا ما كنتش مدركها زمان، لا هي كان عشان ما كانتش موجودة اصلا، هي ال AI، الجينيراتيف AI بالادوات المختلفة الموجودة دلوقتي. ال AI مش حاجة سيئة لدرجة انها تخوف الديفلوبرز وهتستبدلك ومش هتلاقي شغل بسببها وكل الافكار السلبية دي، ولكن لو بصيت لها من ناحية ايجابية هي فرقت معايا انا شخصيا جدا وانا بتعلم. كلنا بقينا نستخدمها في شغلنا، معظم الديفلوبرز دلوقتي، ويبقى غلطان الحقيقة اللي ما بيستخدمهاش. بقينا نستخدم الاي اي بشكل يومي، بيساعدك في انك انت ازاي تكمل، تكون سينتاكس مش فاكره، تكون فانكشن انت عايز تعمل لها اناليسيز، حته بيزنس عايز تفهمها بالتفصيل اكتر، ريكويرمنت مكتوبه مش بشكل واضح، ريكويرمنتس مع بعض عايز تجمعهم وتعرف ايه العلاقه ما بينهم. حاجات كتير قوي قوي قوي. دي طبعا لو كانت موجودة من اول ما الواحد كان بيبدأ كانت تبقى فرقة كتير، ولكن ملحوقة يعني موجودة دلوقتي. وانصح اي حد بيبدأ او بدأ اوريدي في البرمجة وعنده اي تحفظ على استخدام الاي اي ما تتجنبش انك تستخدم الاي اي. بالعكس استخدمه بشكل طبعا حريص، وما تخلوهوش يعمل الحاجة بدالك، لكن دايما تكون سوبرفايزر لأي كود الاي اي بيديهولك، تبص عليه وتراجعه، تفهم هو عمل كده ليه، ودايما تكون عندك تفكير نقدي تجاه الحاجات اللي بيطلعها الاي اي، لانها ساعات ما بتبقاش صح. في اغلب الاحيان دلوقتي بتبقى كويسه والكواليتي بتاعتها كويسه، بس استخدمها بحرص. والاهم من كده اتعلم عن طريقه الحاجه اللي مش باينه في الدوكيومنتيشنز او في اي حاجه انت عايز تستخدمها وعايز معرفه اكتر عنها. اسال الاي اي ووصل لتفاصيل عميقه فيها، هيساعدك جدا. بس دي كام حاجة كده حبيت أشاركها معاكم، فرقت معايا جدا مؤخرا لما أدركتها أو لما بالخبرة يعني وصلت لها. بس حابب إن الناس اللي لسه بتبتدي
ما تقعش فيها وما تضيعش من وقتك. واتمنى انك انت ما تغلطش الغلطات اللي الناس غلطتها زمان، اتعلم من اخطائهم. ولو عندك اي كومنتس على خبرتي انا او اللي انا قلته في الفيديو شايف انها حاجه مش منطقيه وممكن تكون انت ليك وجهه نظر تانية، يا ريت تكتبها في الكومنتس. وشكرا ان انت اتفرجت على الفيديو لغايه هنا. بس يا سيدي، السلام عليكم.